السلام عليكم. ازيكم؟ هتكلم النهارده عن 4 صفات كانوا موجودين في الرسول صلى الله عليه وسلم كمربي، لازم يكونوا موجودين عند كل اب او ام او اي مربي في تربية الاولاد. ايه هما ال4 صفات؟ الرحمة، الرأفة، الحلم، الحكمة. طيب ازاي احقق الصفات ال4 دول مع اولادنا؟ اول حاجة الرحمة. يعني ايه الرحمة؟ الرحمة هي ممارسة يومية للحب. يبقى الرحمة ان احنا نمارس الحب بشكل عملي مع اولادنا. زي ايه؟ زي قبلات، احضان، تلامس جسدي بيني وبين ابني او بنتي، مسح على الراس، طبطبة على الكتف. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يقبل احفاده فاستغرب الاقرع ابن حابس فقال: او تقبلهم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الاقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحد منهم قط. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقال: ماذا أفعل أن كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ وفي رواية تانية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إذا هنا الرحمة مرتبطة بممارسة الحب مع أولادنا والتعبير عن مشاعرنا. دي الصفة الأولى. الصفة الثانية الحلم. يعني إيه حلم في التربية؟ الحلم بيخلي التربية متعة وليست مجرد مسؤولية مزعجة متعبة بالنسبة لأولادنا. إن يكون عندي صبر واحتواء لابني، إن يكون عندي صبر زي صبر سيدنا نوح. أعظم نموذج صبر في البشرية هو صبر سيدنا نوح، لأنه ظل يدعو قومه 950 سنة بدون ملل، بدون تعب، وهو متفائل ومتأني وتوقع الخير من قومه. يبقى من الحلم الصبر، والصبر يبقى اصبر على تربية اولادي بدون لوم طول الوقت، بدون نقد، بدون زعيق، بدون ضرب، بدون اهانة. الصفة الثالثة الرأفة. يعني ايه رأفة؟ وايه الفرق بين الرأفة والرحمة؟ الرحمة زي ما قلتها من شوية هي العملي، ممارسة الحب بشكل عملي. الرأفة هي احترام وتقبل الطفل زي ما هو. يعني لو أنا عندي رأفة هتقبل ابني أو بنتي زي ما هو مهما كانت عيوبه. أتقبله إن هو هدية من ربنا، مش حد جاي ينغص عليا حياتي ويعذبني. أتقبل زنه، أتقبل عنده وعدم سماعه الكلام في أوقات، أتقبل اكتشافه وتخريبه وتكسير لبعض الأشياء. مش معنى كده إن أنا هسيب ابني يعي بالسلوكيات دي، ولكن أنا هتعامل معاه زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل في المواقف المشابهة، ودي هقولها في فيديو تاني إن شاء الله. الصفة الرابعة الحكمة. يعني إيه حكمة في التربية؟ الحكمة ان انا اعرف الهدف والغاية الكبرى من تربية اولادي. كتير مننا بيركز على صلاح سلوكيات الولاد الظاهرة وما بيركزش على بواطن الشخصية. يعني ايه؟ يعني معظمنا بيركز ان الولد يسمع الكلام ويكون شاطر في المدرسة ويطلع الاول في التمرين، ومش بيركز على قوة شخصية الولد، قيمه عاملة ايه، مبادئه، عقيدته سليمة ولا لا. من الحكمة ان انا امارس التربية على علم، مش احنا اتربينا كده فاحنا هنربي ولادنا كده. احنا ياما اتضربنا وياما اتهزقنا وما حصل لناش حاجة. ده للأسف قصور في الحكمة. حضرتك لما بتجيب جهاز جديد في البيت بتشوف الكتالوج بتاعه. اما تجيب عربية جديدة بتتعلم ازاي تسوقها. ازاي بقى واحنا بنتعامل مع نفس بشرية ومخلوق معقد من غير كتالوج، مع ان الكتالوج بتاعه موجود لو رجعنا للقرآن والسنة؟ طيب ازاي اطبق الحكمة في تربية اولادي؟ اول حاجة من الحكمة التوقع البسيط. انا عارفة قدرات ابني، ما توقعش منه توقعات عالية. مثلا ابني بيجيب 80%، اتوقع منه السنة الجاية انه يجيب 81 82%، لكن ما توقعش منه مرة واحدة انه يجيب 98%. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأعمال أدومها وإن قل. لأن أنا لو حطيت توقعات عالية سواء مع أولادي أو مع نفسي في أي هدف في أي عبادة بعملها، أنا كده هيحصل لي إحباط، ومع الإحباط مش هيحصل المداومة المطلوبة. علشان أحقق الحكمة في تربية أولادي لازم يكون عندي توازن. يعني ايه توازن؟ يبقى في توازن في تربية ابني من كل الجوانب: الجانب العقلي، الجانب الروحاني، الجانب الوجداني، مع تحديد الأولويات. أنا مش ههتم بالجانب الدراسي
والتفوق الدراسي على حساب الجانب الروحاني. مش مشكلة بقى الواد بيصلي ما بيصليش، اخلاقه عاملة ايه، بيحفظ قرآن ما بيحفظ، علشان هو اهم حاجة عندي يبقى متفوق في الدراسة. او انا اهتم بالجانب العقلي والجانب الروحاني واهمل الجانب الوجداني، ان انا ما اعبرش لابني عن الحب، فيبقى كل علاقتي بيه اوامر ونواهي، فيطلع كويس في كل الجوانب ولكن في الجانب الوجداني يطلع عنده نقص. فلما يكبر ايه اللي هيحصل؟ نقص العاطفة اللي عنده ونقص الحب اللي عنده هيخلي ابني يتمرد عليا. مش هيتمرد عليا كشخص، هيتمرد على قيمه، هيتمرد على القيم اللي انا علمتها له. هيسيب الصلاة، مش هيحب الالتزام، هيسيب القرآن. النقطة الثالثة في تحقيق الحكمة في تربية أولادنا هي الصداقة. سيدنا عمر قال: لاعبوهم 7 وأدبوهم 7 وصاحبوهم 7. فمن الحكمة إن أنا في فترة من فترات حياتي، في فترة من فترات حياة ابني، أكون صاحب ليه، نتكلم مع بعض زي الصحاب، نصنع ذكريات مع بعض. وأخيرا أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم.